إن البلاء على الأمة من قديم وحديث هو أن النفوس ما اطمأنت ورضيت بالله وعن الله وبشرع الله وحكم الله وقضاء الله ورزق الله وفضل الله وعطاء الله، ولا تزال تتطلع إلى أشياء ليس من شأنها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، نعمة دنيوية، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا لم تطب النفس وتقنع وتطمئن بالله وعن الله وشرع الله ودين الله وحكم الله وقضاء الله ورزق الله وفضل الله حتى تصير قانعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فإنها تشقى وترجع إلى الجانب الآخر، إلى حيز الأنفس الشريرة، الأنفس البطالة